يا ستي لا لا، لازم تفهمي اللانش بوكس بيبقى فيه حاجات كتيره قوي حضرتك مش فاهماها. في عادات كتيره قوي يا ست الكل بتعمليها وانت مش عارفه الاثار المترتبه عليها. رجع الولد من المدرسه باللانش بوكس، حضرتك مسحتيه بالوايبس كده وكده بقى خلاص جميل ومستعد لليوم اللي وراه. مش اللانش بوكس ده حضرتك كنت حاطه فيه سوائل ودهون وبقع كتيره قوي ناتجه من زيوت وبواقي اكل. اكيد مش المسحه بتاعت الوايبس هي اللي هتخلصني من المشاكل دي. ليه المسح مش كفايه؟ لان اللانش بوكس يوميا على الله فيه شويه ميكروبات وبكتيريا قد كده. البكتيريا استمرارها وتكاثرها يوم بعد يوم هيعمل لي ريحه مش كويسه. استعمال ابني بقى لللانش بوكس وهو فيه كميه البكتيريا الرهيبه دي اكيد هيتسبب في التهابات ومشاكل كبيره لابني. حضرتك بقى لما تحطي الاكل الجديد في اللانش بوكس اللي مش نظيف هيحصل بهدله للاكل الجديد بالبكتيريا القديمه، وبالتالي هتتنقل كميه مشاكل وامراض والتهابات لابني. حضرتك كده بالظبط زي الجلاش، زي ما بتعملي طبقه جلاش وطبقه مفروم انت هتعملي لنا كده طبقات من الميكروبات. وكل لقمه صغيره ابني بياخدها من اللانش بوكس الملوث ده كل يوم بيتسبب في امراض ومشاكل وتسمم غذائي وحاجات تانية كتير. وترجعي تقولي ابني بيتعب ليه؟ بعد ما يرجع ابني من المدرسه لازم يبقى عندي طريقه لغسل اللانش بوكس. ميه سخنه، بريل بتاع الاطباق، وهغسله غسله كويسه واسيبه ينشف. وهاكد تاني على النقطه دي، مش همسحه، هسيبه ينشف كويس قوي لان الرطوبه هي وسط لنمو البكتيريا. اللانش بوكس مش حاجه ترفيهيه، ده واقع واتفرض علينا. يبقى خلاص هتعامل معاه بشكل يحفظ ولادي من الامراض والمشاكل اللي ممكن تحصل لهم بشكل يومي. ومن ضمن الواقع برضو اللي اتفرض علينا، حضرتك هتلاقيني كل يوم بنزل بوست او تحذير معين هيفيدك قوي قوي في الوقايه من الامراض وصحه ولادك. فرجاء لو استفدتي منشري لحد من اصحابك عشان يستفاد زيك، ونعمل فولو للصفحه. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه.